ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو مشتهين حلو كده يكون سهل وسريع وبيتحضر في دقايق، او لو جالنا ضيوف كده وعايزين نعمل حلو اقتصادي وفي نفس الوقت يكون سهل وسريع كده وبسيط وبدون كريمة، لازم تجربوا الحلو ده. حلو طبقات الأوريو يا جماعة خطير بجد خطير. ممكن تحضروه في بايركس كده كبير، او ممكن تحضروه في كوبايات كده برضو بتبقى برضو خطيرة في التقديم. بس يا جماعة في الحالتين لازم تجربوه، لان الحلو ده بجد ادمان. بتحضر في دقايق وبتقدم كمان في اقل من دقايق. تعالوا بينا نشوف عملنا ازاي. اول حاجة عندي في البايركس بتاعي كده هكون محضرة البسكوت بتاعي. هبدأ انزله كده اغرقه في معلقتين كبار من الحليب، وهرص كده طبقة حلوة قوي في البايركس من تحت من البسكوت الاوريو. بعد كده تعالوا بقى نعمل الخليط بقى اللي هنحطه في النص كده. عندي هنا في الكبة هحط ظرفين من الكريم كراميل، ربع كوباية من حليب البودر، ربع كوباية من الكريم شانتيه، رشة فانيليا، وحطيت معلقتين كبار من القشطة، وحطيت شوية حليب او شوية مية بما ان احنا حاطين حليب بودر، وحطيت كمان علبة زبادي، وكمان فضل احط سكر بس انا نسيته، بس انا ضفته بعدين. حطيت سكر هنا اهو، وهبدأ اخفقهم كويس قوي لغاية ما كل المكونات تدوب وتندمج مع بعض تماما. هننزلها بقى في البول عندنا، وهنكون مكسرين كده حوالي ربع كوباية من البسكوت الاوريو، ونبدأ بقى نخفقهم كده مع بعض ونقلبهم مع بعض كويس قوي لغاية ما البسكوت كده يندمج تماما مع الكريمة بتاعتنا الخطيرة دي. بعد ما خلاص كده قلبنا الكريمة بتاعتنا وبقت جاهزة، هنجيب بقى الصينية بتاعتنا ونبدأ بقى هنحط الخليط ده على قسمين، يعني هنحطه مرة وبعد كده هنحط طبقة كمان من البسكوت، وبعد كده هنضيف بقية الخليط. هحط بقى طبقة من البسكوت اغرقها برضو في الحليب كده زي ما انتوا شايفين، ونعمل طبقة زي اللي عملناها من تحت بالظبط. بعد كده هنبدأ نحط بقية الخليط من فوق بقى، نهز الصينية كويس ونتأكد ان هو بقى سوا بعض كله. تعالوا بقى نعمل الطبقة الأخيرة بتاعت الشوكولاتة وبرضو بدون كريمة. عندي أقل من ربع كوباية مية، يعني حوالي 4 معالق، أقل من ربع كوباية. وحطيت عليهم كمان ربع كوبايه كده من الكريم شانتيه، قلبتهم كويس قوي مع بعض وحطيتهم على النار. اول ما غليوا معايا رفعتهم من على النار، وهبدا انزل بقى معايا هنا كوبايه من الشوكولاته متقطعه كده قطع صغيره عشان تدوب معايا بسرعه على في الكريم شانتيه والميه. مش هنرفعهم على النار، هنفضل نقلب بسرعه وهو الكريم شانتيه والميه لسه سخنين. هنقلبهم كويس قوي يديني بقى قوام كأننا حطينا فيها كريمه بالظبط. وهبدا بقى اطلع، اكون بقى حطيت البايركس بتاعي شويه في التلاجة عشان الطبقه تجمد. بعد كده هنزل بقى عليه طبقه الشوكولاته. بعد كده هحط ازينه بقى بشويه طبقات كده من بسكوت الاوريو وبس بقى يا جماعه. وهنقدمه بيطلع بجد خطير ادمان. لو جربتوه مره هتجربه اكتر من مره. واحلى حاجه انه مفيهوش كريمه، وبجد سهل وبسيط، كمان مفيهوش جبنه كريمي. بجد يا جماعه خطير، لازم تجربوه. حلا سهل وسريع وبسيط وادمان. طعم بقى مش قادره اوصف لكم. بنحطه بس في التلاجة كمان دقايق، بس الطبقه اللي من فوق تبقى تجمد وبنقدمه. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك وما تنسوش